وبعدين دول ما يجوش يعني. جمع بقى لك ورينا اللقطه الثانيه بتاعت العساكر اللي شايلين. انا يا كابتن عايز بس في 2 فوشيا اهو. اعمار الناس دي تخليهم يقدروا يقاوموا اللي هو اللي محطوط على الدماغ ده. نعم. اعمار دول وعددهم يخليهم يقدروا يعني يقاوموا سلطات او ان هم لا ده هي دي الجمله بقى اللي انا كنت لسه بسالك فيها. وبعدين في حاجه اديني فرصه اسالك فيها. اللي هي بيقول لك بعد القرار عدم المواجهه ما بين الشرطه و الافراد دول عدم المواجهه لتطبيق ايه؟ على عدم تطبيق القانون ولا عدم مواجهه البلطجيه؟ اصل دي بلطجه. يعني عدم مواجهه البلطجه، احنا مش بنتكلم على عدم مواجهه الجمهور العادي، الانسان اللي بيخطئ خطا عادي. ده تعمد بلطجه او تعمد ايذاء. هل احنا بنفقد القانون هيبته؟ ننتظر من كده ايه؟ مش هي دي يا نصر انا اللي بقولها مع الكابتن مدحت اللي بيقول لك عليها. ما بانت هيجيبوا لك هي لقطه الولد بقى اللي متشل ان احنا لقينا اهو ده. اهو الفوشيا وقع من على ظهره. هو ده اللي كان مولع الشمروخ. اهو الفوشيا محزمينه بيها. بالظبط. هو اللي كان ماسك الشمروخ. يبقى هو اتعور بالشمروخ اكيد. اكيد ده فعلا جاكيت الفوشيا اللي كان موجود. لما تعد بقى كل دول مش هيزيدوا عن 60 واحد. كان ليك سؤال يا استاذ محمد بيساله لك كابتن ايمن. ما هو سالني، لكن انا بص يا كابتن الاعداد دي والاعمار السنيه دي كلنا رحنا استاد القاهره وعارفين ان استاد القاهره اساسا عشان تقدر توصل للمدرجات لازم تعدي على الاقل من 3 بوابات. طب استاد القاهره في الماتشات دي مش مقفول؟ هتقول لي نطوا من على السور، انا مش مأمن الاسوار. وبعدين اللي هينط من على السور هيبقى في حاله حتى كمان عدم توازن، من السهل جدا ان انت تقاومه، من السهل جدا ان انت تمسكه. الشرطه جايه لهم. لا ما هو مبدا المقاومه سهل، ما هو لو نوى. شفت دي يا كابتن مدحت؟ طبعا. لحظه هم لما طلعوا كانت الشرطه لسه بتوصل لهم. هي الشرطه اهي. لا يعني انا عايز ارد على الاستاذ محمد في دي. الشرطه لو ليها يعني مش عايز اقول كلمه الرغبه، يعني لو هي عايزه ولا حد من دول يقرب من منطقه كيلو متر مربع من مكان الاستاد محدش يقرب. يبقى خلاص انت مش هتقدر تعمل ماتشات في ظل الظروف دي. رغم تحفظي على كلمه عايزه دي ومش قادر افوتها لك، لكن يعني حاجه يعني كلمه خطيره. لا هي كلمه خطيره، بس انا ما اعنيش اللي في دماغك. انا اعني حاجه ثانيه خالص. انا اعني انه الشرطه في مرحله زي ما تقول ايه، عايزه تعمل جو لطيف مع الشباب، بس على حساب القانون بالبلدي كده، على حساب القانون، لا اكثر ولا اقل. انهي شباب؟ الشباب اللي انت شايفه ده. طب هو على حساب تنفيذ القانون يا كابتن؟ في الوقت ده في التوقيت ده. لا طب ما مش هينفع يا كابتن، وعمرك ما هتقدر انت تعمل معاهم اي جو لطيف، ولا تقدر اساسا توصل معاهم لاي مثلا سلام ولا لاي علاقات ود معاهم، طالما ان هم اساسا بيكسروا القانون تحت مسمع ومرأة وموافقه منك. الله ده انت معنى كده انت بتديهم حق وبتديهم كريدت هم يبقوا اعلى منك قوه. بس ارجع للحته اللي هو الابواب اللي عدوها. انت بتتكلم على 3-4 ابواب بيعدوها. كلنا رحنا ما فيهاش نقط حمايه. فين النقط الحمايه دي؟ لا هو كابتن دلوقتي اسوار الاستاد باستثناء اللي هو المكان اللي هو ما بين نادي الزهور والمدرسه الرياضيه. كل اسوار الاستاد دلوقتي عباره عن ملاعب من الصعب اقتحامها. حتى لو انت نطيت انت هتنط في ملاعب، يعني انت لو نطيت من عند درجه ثالثه المدخل جنوب اللي عند لا هو قال لك نطوا من عند الاسكواش. ما هو برضو الناس اللي طب الاسكواش طب انت عارف ان دي نقطه ضعيفه ما امنتهاش ليها يا كابتن؟ دي وجهه يعني نظر طبعا اكيد. وما شفتهاش ليه. لكن لما بقول كاميرات، يعني بنقول كاميرات، يعني توزيع الكاميرات على النقط الضعيفه اللي انت بتقولها، توزيع كاميرات على النقط الضعيفه. حتى لو الفرد الامن ده مختل عندي ان كلهم بيخافوا، ما هو برضو خلي بالك دول بني ادمين. هو اللي بيحصل ايه حتى في عمليه التوزيع، يقول لك لا يا عم ما اقعدش في الحته دي، العيال لو جم عليا هيموتوني. بقى في حاله خوف يا عيني عند افراد الامن او عند اي حد ان يقعد لوحده او 2 لوحده، والنتيجه ان واحد اللي قاعد لوحده حصل له ايه؟ اتعور. ده انت بيقول لك ايه، خد كام غرزه باين 17 ايه ده 17 هنهزر. يعني خلينا نقول الشرطه موجوده وتستطيع، وانا زي ما بقول وبكرر اتصور ان هم مش عايزين يضربوا من الاخر. هم يقدروا يضربوا. يا كابتن انا بحترم كل اللي حضرتك بتقوله. يعني ايه مش عايزين يضربوا؟ يعني انا النهارده لا وانا لفظ يعني يضربوا تعالى نشيله من قاموسنا بعد اذنك يا سيام، انا اسف. لفظ يضربوا تعالوا شيلوا من قاموسنا. لا احنا عايزين يتحاسبوا، يتمسك، يتقبض عليه ويتحاسب. شيل لفظ الضرب ده، ان اللفظ ده اصبح في العلاقات الاخيره ده لفظ حساس جدا في غير مقبول. تمام. لكن حط اللفظ ان هم لازم يتقبض عليهم يا كابتن مدحت. نعم. اقبض عليه، كلبشه،
خده على الاسم. ما هو انت اعمل له محاكمه. عشان تعمل ده لابد ان انت تحتك. ما هو برضه ايه، هنخلينا بشكل موضوعي. النهارده 80 واحد ولا بتاع بيهجموا على مكان عايزين ينطوا، عشان توقفهم هتعمل ايه؟ لازم تحتك كابتن، لازم تحتك. يعني لابد ان يحدث احتكاك، لان هم سن صغير ومش مقدرين ابعاد الموضوع. فالمساله طبعا دي كلها اصابات. الراجل لو كان مات بعض رجال كان الشرطه ده راح فين؟ الراجل ده لو كان مات اللي اتضرب ده، واحد من المتهورين ده راح ضربه بحديد على راسه موته. ما هو انا هجيب لك اللقطه دلوقتي بتاعت الامن اللي اتضرب ده، امن مدني يعني، هو موظف مدني. عملوا معاه، صوروه واتكلموا معاه، يعني كان ممكن جدا يموت فعلا. كان وارد جدا. ده مين يتحمل مسؤوليته؟ بالظبط، انا معاك. مين يتحمل؟ ده سؤال مهم. بص يا كابتن، يعني الامن المركزي هو مسلح بكل حاجه، معاه الواقي بتاعه الزجاجي، معاه طب ما انا بدافع كمان. لا هو ده للدفاع عن نفسه، مش للدفاع عن القانون ولا المنشأة. لا ما بقاش للدفاع على القانون ولا المنشأة، ده الدفاع عن نفسه. لا احنا بنهزر، ما انا بهزر يعني، انت عارفني بهزر يعني. ما هو بكره هتلاقي حقوق المجتمع